صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه يا مستر عجز جزئي دي؟ ركز بقى معايا. دلوقتي مثلا انت والحاج قررتوا ان انتوا تطلعوا مثلا تعملوا حاجه فوق سطح البيت، اوضه، تصلحوا حاجه في الغساله، تصلحوا ايا كان. طلعت انت والحاج وطلعت فوق، لقيت الحاج بيعمل لك ازاي؟ ولا ساعدني. قلت له ماشي يا حاج. فالحاج وانت بتساعده هوبا ايدك اتعورت. ده ايه؟ قال لك ده عجز. ايدك اتعورت كده ووقفت معاك، شدت عليك. ده عجز. بس هو عجز كلي؟ لا مش كلي، ده حته بس ايديا اللي وجعتني. فده يبقى عجز اسمه عجز ايه؟ جزئي. انا اتضررت، ايدك بقى اتعورت وبتاع واتجبست. عندك خيارين. تروح للحاج تقول له يا حاج بص انا ايدي اتعورت، فلو سمحت هات فلوس. ليه؟ تعويض. معلش انت جرحت لي ايدي وعورتوني وانا شغال معاكم، فطلعوا لي تعويض، فانا عايز منكم فلوس. او ان انت دلوقتي عندك بديل تاني، تقول لهم ايه؟ انا مش قادر اكمل معاكم شغل، واصرفوا عليا بقى وطلعوا لي معاش، انا دلوقتي مش قادر. فانت دلوقتي لو بتشتغل عند الحكومه، ركز بس معايا الاول، تشتغل عند الحكومه وحصل لك اي مشكله نتيجه اصابه عمل، يعني انت وانت شغال في مصنع مثلا ايدك اتعورت تعويره مثلا كبيره، فالحكومه دلوقتي تعوضك ازاي عن الموضوع ده؟ بتجي لك تجيب لك دكتور، الدكتور يكشف عليك يشوف نسبه العجز قد ايه. لو نسبه العجز اقل من 35%، فبيقول لك يا عم خد تعويض عن التعويره اللي انت تعورتها دي، اللي هو العجز الجزئي، وكمل شغلك عادي. يبقى انت كده خدت تعويض امتى؟ لما تبقى اقل من 35%. طب لو اصابه بقى كبيره، تعويره بص بتخر دم، يالا انت زعلان وبص انت رحت في داهيه، تعمل ايه؟ قال لك يا مستر عبد الله ساعتها اقول لهم انا مش هشتغل معاكم وطلعوا لي معاش. الكلام ده ينفع؟ يبقى صليت على النبي. يبقى انا دلوقتي عندي لو الراجل اقل من 35% بياخد تعويض، لو اكتر من 35% بياخد ايه؟ معاش. اكتب الكلام ده. تعالى بقى نحسب بقى. قال لك يا مستر تعال نشوف، أصيب عامل بإصابة بلغت نسبة العجز الجزئي المستدين جزئي مش كلي كام في المية؟ قال لك ب 40%. وأجره الشهري بكام؟ ب 600 جنيه. احسب مستحقات العامل. أنا أقوم قايل له ده تعالى الحقوني يا حكومة، الراجل اتعور يا حكومة الحقوني تعالى. هقول له بما إن تعالى، هقوم قايل له إصابة أو نسبة إصابة العمل هي هنا أكبر من 35 ولا أقل من 35؟ لا هي أكبر من 35%. كده الراجل ياخد ايه؟ قال لك يستحق عنها معاش. خلاص بقى الراجل مش قادر يشتغل، ده النسبه اكبر من كام؟ من 35%، لان هي هنا 40%. طب المعاش ده احسبه ازاي يا مستر؟ هو قال له المعاش بيساوي، احفظ بقى القانون لما يجي يقول لك عجز جزئي، احفظ بقى القانون. هقول له الاجر الشهري في 80 على 100 في الاجر الشهري في 80 على 100 في نسبه العجز. تعالى هو اجره الشهري بكام؟ الاجر الشهري يا مستر ب 600 في 80 على 100 دي ثابته، في نسبه العجز اللي هي كام؟ 40 على 100. طب دي تديني كام يا مستر عبد الله؟ تعالى يا سيدي الناس، ادي 600 في 80 على 100 في 80 على 100 في كام؟ بكام يا قلبي؟ قال لك في 40 على 100 تديني 192 جنيه. يبقى هو ياخد معاش كل شهر 192 جنيه. بس كده والله. يبقى كل اللي انا عملته حددت النسبه اقل اهو. تعال ناخد الملاحظه دي. تعال بما ان تعال ما اكتبها لك يا عم في ملاحظه، اكتب معايا. والله ما خساره فيك يا عم، والله ما خساره فيك. بص معايا، معاش العجز الجزئي. اسمع بقى الحته الجايه دي. تعال بينقسم لقسمين. لو اقل من نسبه العجز، لو نسبه العجز اقل من 35%، فانا هديله تعويض. طيب لو اكثر، لو 35% او اكثر، يعني هي لو 35 او اكتر، يعني هي لو 35 بالظبط او اكتر، ياخد عنها ايه؟ معاش. طيب احنا عرفنا المعاش بيساوي ايه؟ عرفنا المعاش بيساوي الاجر الشهري، المعاش بيساوي الاجر الشهري في، قلنا نسبة ثابتة 80 على 100 في
كام يا جماعه؟ في نسبه الايه؟ العجز. طيب لو تعويض بقى يا مستر اعمله له ازاي؟ قال لك والله يا باشا لو تعويض، اسمع بقى الحته الجايه دي، لو تعويض برضه نفس الكلام. هنا عندي الاجر الشهري، هو مايل له الاجر الشهري في 80 على 100، هنا برضه في 80 على 100 في نسبة العجز، برضه نسبة الايه؟ العجز. مستر ما هو قال لك بيختلف بس في ايه؟ قال لك بضرب في النهاية في 48. يبقى التعويض القانون بتاعه بيختلف ايه عن المعاش؟ قال لك بس في الاخر بنضرب في كام؟ في 48. طيب تعالى نشوف مسألة تعويض. تعالى يا سيدي الناس، يا رب تكون بس فاهم، ولو مش فاهم كده كده احنا سهرانين معاك، اي حاجة عايز تسأل فيها احنا تحت امرك طول الليل معاك. سيبك بقى من امتحانات وتسريبات والكلام الفاضي ده، احنا بنحاول نرضي ربنا على قد ما نقدر، وامتحان اتسرب الصبح ما اتسربش دي مش قصتنا خالص. المهم انا داخل عارف انا بعمل ايه، سواء هو بيتسرب امتى يعني قبلها بربع ساعه، فلا مش هتلحق، لازم تذاكر ولازم انت لو حتى ما تسربش لازم انت تبقى مركز معاه. مؤمن عليه اجره الشهري 500 جنيه، اصيب اثناء العمل. يبقى دي ايه يا جميل؟ بنسبه العجز بكام؟ ب 30%. هنا نسبه العجز، هنا نسبه العجز يا مستر اقل من كام؟ قال لك اقل من 35%. فيستحق عنها ايه يا صديقي؟ قال لك يستحق عنها، ايوه بقى قول لي، لما ياخد قال يستحق عنها تعويض مش معاش. طب يا مستر التعويض بيساوي ايه؟ تعالى يا قلبي، تعال قول لي يا جميل، قول لي التعويض بيساوي ايه؟ لا تعال قول لي التعويض بيساوي ايه؟ تعال تعال يا جميل. هقول له التعويض بيساوي اجره الشهري في 80 على 100 في نسبة العجز بكام؟ نسبة العجز 35 في 48، ودي ثابتة لما بيكون ايه؟ تعويض. طيب تعال نعوض، تعال. اجر الشهري بكام؟ قال لك ب 500 في 80 على 100 دي ثابتة في نسبة العجز بكام؟ نسبة العجز ب 30 على 100 في 48 ودي ثابتة. اعملها لي كده على الآلة الحاسبة وشوف هتطلع معاك بكام. ادي 500 في 80 على 100 في 30 على 100 في 48 تطلع معاك ب 5760 جنيه. واحد يقول لي يا مستر عبد الله لو سمحت، ازاي لما الراجل اللي اداله معاش كان ب 192 ولما ياخد تعويض ب 5760؟ قال لك يا قلبي لان المعاش هياخده كل شهر، لكن التعويض هيتاخد مره ايه؟ مره واحده بس. انت تعورت فخدت عنها تعويض فخلاص كده. طيب تعالى يا باشا، طبعا المساله دي سهله جدا وبسيطه، تحتاج منك بس تركيز لحظي. طيب تعالى لو جالك نسبتين في العجز، وممكن يجي لي نسبتين يا مستر؟ طبعا يا قلبي. تعالى مستر المسائل دي صعبه قوي وانا مش هعرف احلها بصراحه. والله العظيم مسائل سهله جدا، والامتحان هيجي لك كلها منها، كل دي مسائل الامتحانات، يعني احنا مش جايبين حاجه من بره. تعالى يا سيدي بس، تعالى واحده واحده عشان تعرف الملاحظات. أصيب عامل أثناء العمل بإصابة تخلف عنها عجز جزئي. عجز إيه؟ جزئي مستديم 20%. استحق عنها تعويض. استحق عنها تعويض يعني خلاص هو اتصاب وإصابته كانت ب 20%، و20% دي أقل من الكام؟ أقل من ال 35، فبالتالي بياخد عنها إيه؟ تعويض. الكلام ده سهل، فهو خد التعويض. وبعد سنة تكررت الإصابة، يا عيني هوبا الإصابة اتكررت تاني. بكام؟ بنسبة 20%. وأجره الشهري بكام؟ ب 2000 جنيه. هعمل إيه يا مستر؟ قال لك لما تلاقي نسبتين، اسمع بقى القاعدة دي احفظ معايا، لما تلاقي نسبتين هروح هجمعهم. لما الاقي نسبتين هعمل فيهم يا جماعة؟ هجمعهم. تعال نجمعهم. أدي 20% زائد تكررت بكام؟ خليها يا عم معلش عدلها لنا بس عندك، خليها ب 25 عشان تبقى مختلفة بس. وليكن النسبة التانية ب 25%، تديني كلها كام؟ تديني 45%. كده مجموع النسبتين طلع بكام؟ ب 45. 45 دي مش هي أكتر من ال 35؟ أقول له
اقول له يبقى يستحق عنها ايه؟ معاش. اديله يا عم المعاش. المعاش بيساوي، عيل بقى شاطر، المعاش بيساوي اهو، المعاش بيساوي، يبقى انا لما جمعتهم طلعت النسبه اكتر من 35، فياخد عنها ايه؟ معاش. المعاش بيساوي اجره الشهري. اجره الشهري بكام؟ ادي 2000 في 80 على 100 دي ثابته، في نسبه العجز بكام؟ 45 على 100. شوف هيبقى بكام يا سيدي. بس كده المساله خلصت. يبقى ادي 2000 في 80 على 100 في 45 على 100 تديني 720 جنيه. يبقى ياخد معاش بكام؟ 720 جنيه. حبه حلوين اهو. طيب تعالى يا سيدي ناخد مساله تانية. طيب تعالى يا سيدي برضو نسبتين اهم. اصيب عامل اثناء العمل باصابه تخلف عنها عجز جزئي. يبقى ده مساله العجز الجزئي. مستديم يعني مطوله معاه، صباعه بقى اتقطع، ده مستديم بقى. هتقول لي بعد الشر عليك عليا يا مستر. ماشي يا قلبي. المهم الراجل بيقول لك اول اصابه عمل كانت ب 10%، استحق عنها ايه؟ تعويض. طب ليه؟ لان هي اقل من 35 في الايه؟ في المية. وتكررت الاصابه مره اخرى، يا عيني يا عيني، مره اخرى بنسبه كام؟ 20%. واجره الشهري ب 1000 جنيه. احسب مستحقات العمل. انا هقوم قايل له يا مستر انا لما بلاقي نسبتين بعمل فيهم ايه؟ هجمعهم. هقوم قايل له بتساوي الاولانيه ب 10، الثانيه بكام؟ ب 20، تديني 30. مستر عبد الله ده اقل من 35، فياخد عنها ايه؟ الله، عيل شاطر بقى. لما تكون اقل من 35 ياخد عنها ايه؟ تعويض. بس اسمع بقى، طول ما ادالك نسبتين ياخد تعويض عن السنه الثانيه فقط. مستر طب ليه؟ ليه الظلم ده؟ ليه ياخد تعويض عن، يعني خلاص مش هشتغل على ال 30، هشتغل على الكام؟ هشتغل على ال 20. طب ليه يا مستر؟ ليه الظلم ده؟ قال لك يا قلبي والله مش ظلم، بس هو لو جيت ترجع اصيب ب 10% استحق عنها تعويض، خد عنها تعويض، خد تعويض خلاص. فلما تعور تاني تعورته برضه كانت صغيره، اتكررت تاني بقت صغيره، اتكررت بكام؟ ب 20. فمجموعهم الاثنين ما يستحقش معاش. فانت خدت على الاولى تعويض، يبقى تاخد عن الثانيه بس ايه؟ تعويض. حلو قوي، عشان هم مش خايفين عليه. يبقى انا هديله عنها تعويض عن الثانيه بس. تعالى نديله التعويض كده. تعالى هقول له التعويض بيساوي، انا اسف عذرا، التعويض بيساوي المتوسط بكام او الاجر الشهري بكام؟ قال لك والله يا مستر ب 1000. يبقى 1000 فيه 80 على 100 دي ايه يا ابني؟ قال لك دي ثابته يا مستر، ده معامل فثابت. فيه نسبه العجز بكام يا ابني؟ واحد يقول لي ب 30، اقول له غلط، احنا بناخد على الثانيه فقط. الثانيه كانت بكام؟ ب 20 على 100. فيه كام يا سيدي اللي بعدها؟ قال لك والله يا مستر بنضرب في حاجه زياده اللي هي 8 وكام؟ و40. روح اعملها لي كده، لان ده تعويض. التعويض بيتضرب في كام؟ في 48. تعالى ادي 1000 في 80 على 100 في 20 على 100 في 48 تديني كام يا قلبي؟ قال لك تديني 7680 جنيه. باوند، ايجيبشن باوند. سهله دي يا جميل، سهله بسيطه، مفيهاش اسهل منها. اقرا بس الملاحظات واعرف الملاحظات. طيب ناخد المساله اللي بعدها. لو جالي يا مستر الحته دي مهمه قوي بقى، عشان بتيجي في الامتحانات كتير قوي. بتيجي في ايه يا مستر؟ بتيجي في اختر. مستر والامتحان بيجي لي اختر فيه مسائل؟ ساعات. يا عم انا ناقص وانا عارف احل العاديه لما احل في اختر؟ ما اختر انا اختار اي حاجه وخلاص. قال لك لا، ما بني على باطل فهو باطل. تعالى مؤمن عليه اصيب اثناء العمل وبلغت نسبه العجز، يبقى ده انا معاش الايه؟ العجز الايه؟ الجزئي. فانا هقوم قايل له، بيقول لي 50 في الايه؟ في المية. كده النسبه اكبر من كام؟ من 35%. فانا يستحق عنها ايه؟ معاش، لان 50 اكبر من 35. فانا هقوم قايل له المعاش بيساوي متوسط في، او الاجر الشهري مثلا على حسب ما اديها لك، في 80 على 100. تعالى بس متوسط اهو الاجر الشهري عشان بس يبقى انا دقيق. الاجر الشهري في 80 على 100 في نسبة الايه؟ العجز. تعالى يا مستر نعوض. الاجر الشهري بكام؟ اجر شهري مستر ما لقيتش اجر شهري. امال ايه ده لقيته بيقول لي معاش العجز الكامل. مستر ايه ده بقى؟ المسألة دي فيها حاجة غلط. قال لك لا يا قلبي. ملاحظة كده طلعها لي على جنب، اسمعني.
معاش العجز الكامل يعني ايه؟ معاش العجز الكامل هو بيساوي يعني الاجر الشهري في 80 على كام؟ على 100. يعني الحته ده اهي معناها ايه؟ العجز الايه؟ الكامل. يعني شفت الحته ده؟ دي معناها العجز الايه؟ الكامل. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا هنروح نشيل الحته ده اهي، نعوض عنها ان ده اسمها معاش العجز الايه؟ الكامل. الحته دي كلها هنسميها معاش العجز الكامل في نسبه الايه؟ نسبه العجز. طب تعالى نعوض. معاش العجز الكامل بكام؟ قال لك ب 1600. ادي 1600. يعني الحته دي على بعض يا مستر هي دي؟ قال لك اه. نسبه العجز بكام؟ قال لك ب 50 على 100. يبقى دي 1600 في 50 على 100 ادينا تقريبا 800 جنيه. واحد يقول لي ما فهمتش حاجه يا مستر، دي اشرحها تاني. باشا ما فيهاش شرح تاني ولا تالت. لما اجي طبقت القانون ما لقيتش الاجر الشهري، وما لقيته عامل لي ايه؟ جايب لي معاش العجز الكامل. القانون ده هو ده، يا يجي لك ده يا يجي لك ده. لو جالك بالاجر هتضرب في 80 على 100 الاول، لو ما جالكش بالاجر هتضرب المعاش في نسبه العجز على طول. ده هو معنى القانون. طيب تعالى ناخد اللي بعدها. الله، معاش الهجره والاستقاله الى الخارج. الله، تعالى يا سيدي وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. النقطه دي مهمه قوي تركز فيها، هي مساله تقريبا واحده او اتنين وبتتكرر كتير قوي في الامتحانات. كله بيتكرر في الامتحانات يا باشا. العملي مهم جدا زي النظري. العملي والنظري احنا مش عايزين نفرق ما بينهم. على مهلك كده، اقعد ذاكر معايا بالليل وما يشغلكش اي حاجه. اقعد ذاكر معايا. طيب تعالى ركز يا باشا. مؤمن عليه ادات خدمته بالاستقاله. يعني ايه استقاله؟ طبعا انا ليه بحط لك تحت الكلام ده خط؟ لان ده مفتاح الحل. انا هعرف منين ده معاش شيخوخه ولا معاش عجز كلي ولا وفاه غير لما عيني تلقط الكلمه بتاعه الاسم اللي انا هشتغل بيها. فده معناه العجز الكلي ده معناه الاستقاله او الهجره الى الخارج. واحد يا عم مش مرتاح في شغلانته، فراح قال لهم يا جماعه انا والله مش مرتاح معاكم في الشغل، بقالي فتره وزهقت من الشغلانه دي، فانا عايز اقدم استقالتي. يعني استقالتي يعني خلاص عايز اطلع عن العمل. حلو قوي يا سيدي. فدلوقتي حضرتك انا محتاج منكم ان انتوا تدوني مستحقاتي. انا عمال ادفع في اشتراكات التامين بتاعتكم عشان اطلع معاش. دلوقتي انا مش عايز سن ال60 ده اصلا وعايز اخد فلوسي. طيب الراجل ده بنديله حاجتين معاش. ركز معايا في الحته دي، في الملاحظات دي انا هكتبها تحت وانت إيه يعني حاول ان انت تكتبها كملاحظه. تعال ركز معايا. معاش الاستقاله او الهجره، الاثنين واحد، زي العجز والوفاه كده، الاثنين برضو ايه؟ واحد. بص الراجل ده بياخد حاجتين لما بيجي يطلع معاش. بياخد ايه؟ او بيجي يسوي معاشه او بيجي ياخد مستحقاته. بياخد تعويض وياخد حاجه اسمها ريع. تعويض وايه؟ وريع. التعويض ليه قانون ثابت. الاجر الشهري او متوسط الاجر الشهري في 12 في 15 على 100 في مدة الاشتراك. طب والريع يعني ايه ريع يا مستر؟ قال لك الريع ده معناه ان احنا عايزين نرعى الراجل ده، كان فاضل قد ايه ونرعاه. ما عليك من معنى الكلام كله. الريع ده بيبقى ليه حاجه اسمها قيمه، بس قبل ما اجيب القيمه لازم اجيب مده الريع. مستر مش فاهم حاجه. تعال اشرح لك على المساله بوضوح تام. تعال. طبعا دي قوانين لازم تكون عارفها. تعال. انا يا مستر لما لقيت كلمه استقاله، اول حاجه الراجل ده ياخد تعويض. تعال نديله التعويض. تعال نديله الايه؟ التعويض. تعال يا باشا. تعال اديله يا مستر التعويض. ادي يا باشا اهو تعويض. طب التعويض بيساوي ايه؟ قول لي. متوسط الاجر الشهري. طب هو مدوني بكام؟ ب 600. ادي متوسط في، اكتب معايا متوسط الاجر الشهري في، قال لك في 12 دي ثابته، في 15 على 100 ودي ثابته برضه، يبقى الاثنين دول ثوابت. قال لك في مده الاشتراك. مده اشتراكه في التامين كام؟ 15 سنه. مديها لك ما فيهاش لعب، دي جايه لك جاهزه. اضرب يا باشا. يبقى ادي 600 في 12 في 15 على 100 في 15. كام دي يا مستر؟ قال لك 16200.
يبقى 600 في 12 في 15 على 100 في 15 ب 16000 وايه و200 جنيه. ده اسمه ايه يا مستر؟ ده اسمه التعويض. طيب هل هو بياخد تعويض بس؟ قال لك لا يا مستر عبد الله ما بياخدش تعويض بس، بياخد تعويض وبياخد ايه؟ ريقع. يبقى بياخد بلس الكلام ده كله، بياخد حاجه اسمها ريقع. طب والريع ده عشان اطلعه لازم اجيب الايه؟ لازم اجيب الاول المده، لازم اجيب مده الريع. فتعالى اول حاجه نجيب المده، عشان المده دي اللي بعوض عنها في القانون بتاع الريع. المده ازاي بقى؟ صلى على النبي. المده بتساوي ال60 ناقص اللي جايه دي بقى ثابته، عمر الموظف او المؤمن عليه. ازاي ده؟ تعالى ال60 دي ثابته ناقص عمر الموظف كام؟ قال لك 52، يبقى دي ناقص 52 تديني كام؟ قال لك تديني 8 سنوات. دي ايه يا مستر؟ دي مده الريع. طب انا عايز اجيب قيمه الريع بقى اللي هديها له. تعالى يا باشا هقول له قيمه الريع بتساوي قيمه الريع بتساوي يا مستر. قال لك التعويض، احفظ معايا القوانين ده الله يرضى عليك، التعويض في مده الريع في مده الاشتراك. المده وجبناها، جبنا المده بتاعت الريع. لسه ليه يا مستر عبد الله؟ قال لك لسه لك تجيب القيمه يا حبيب قلبي. ليه؟ لان الراجل مش هياخد تعويض وبس، ده هياخد تعويض وهياخد ريع، والريع ده ليه حاجتين، مده وليه قيمه. جبنا المده ازاي؟ 60 ناقص عمر الموظف والدنيا ماشيه. تعالى يا باشا الدنيا تمشي كمان. اجيب القيمه ازاي يا مستر؟ هو ما قال له القيمه بتساوي قيمه الريع. تعالى قال لك بتساوي التعويض الله في، بص بقى الحته اللي جايه دي، في مده الريع. الله اللي انا مطلعها ايوه في 6 على 100، و6 على 100 دي ثابته. 6 على 100 دي ايه؟ ثابته. تعالى يا سيدي واحده 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 واحده. التعويض انت التعويض مش المتوسط، عشان في ناس ساعات بتروح تاخد المتوسط. لا، التعويض انت مطلعه بكام؟ ب 16200. ادي 16200 في مده الريع بكام؟ ب 8 سنوات في 6 على 100 دي ايه؟ دي ثابته. تعالى اضرب يا باشا. يبقى انا هقول له ادي 16200 في 8 في 6 على 100 بكام دي يا مستر عبد الله؟ قال لك ب 7776 جنيه. طيب مستحقات العامل بتساوي التعويض زائد الايه؟ زائد الريع. ما انا مش هديله التعويض وبس. طب يا مستر تعالى التعويض بكام؟ قال لك ب 16200 زائد يا مستر الريع. الريع بكام؟ 7776. تحس ان هو موبايل، رقم موبايل. 16200 زائد 7776 تديني 23976 جنيها مصري فقط لا غير. دي جي عمرو حاحة ريميكس. سهلة كده؟ سهلة. تعالى صلى الله على محمد. ليه بس كده؟ ليه بس؟ ما كنا ماشيين كويس. الاجر المتغير مره واحده، العيال اللي هتموت مني. مستر كل ده عملي عندي يا مستر دماغي. كل ده عملي، كل ده انا ما يعني ومنزلهم ليله الامتحان يا مستر. ما احنا كنا فاتحين السنتر وبنقول لك تعالى، وانت فضلت تقول لا لن اعيش في جلباب ابي وهلم الماده كلها بالليل وبتاع. عاجبك انت كده اللي بيحصل فيك ده؟ تعالى يا رب يسر. تعالى جميل، بص معايا. مؤمن عليه انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد. مستر ده معاش شيخوخه. لا استنى. وبلغ مجموع الاجور المتغيره، ده معاش الاجر المتغير. مجموع الاجور الايه؟ المتغيره والمده عنها الاشتراكات بكام؟ بكام دي يا جميل؟ احنا لازم نمسح بقى اللي احنا بنعمله ده، الهبل اللي احنا بنعمله ده ما ينفعش. انا عمو ما يجيش يضربنا. ثواني بس والله ينفع يا عم، ينفع راجل ما انا اظبطها كده يالا بالظبط وبتاع. فبصراحه انا معجب بنفسي قوي بالموضوع ده، ربنا يخليني لنفسي يا رب. مجموع الاجور المتغيره ده معاش الاجر المتغير بيتحل ازاي يا مستر؟ صلى على النبي الاول. وعلى فكره سهل بس محتاج عيل فاهم. تعال اولا ليه قانون؟ تعال نعرف القانون عشان لما نيجي اقول لك انا جبت دي ليه وجبت دي ليه تقول لي انا جبت دي ليه عشان نجيب القانون عشان نقارن احنا كده يعني. انت فاهمني؟ انا فاهمك. وما تنساش ان ايام الاسبوع ايه؟ 7 ابداها من يومي الجمعه. طيب وانت امتحانك الخميس ويوم السبت عليك ضرائب باشا، انت محطوط عليك. فانا محطوط عليا ليه؟ لمستقبلي. ثم ماذا؟
انا خايف عليك، بمعنى انت داخل الامتحان ومش عارف ايه اللي هيجي. مستر ما الامتحان بيتسرب الصبح، ولا دي مواد تجاريه مش عربي وانجليزي وهبصمجهم واخش. يعني ايه مواد تجاريه؟ يعني انت في حاجات لازم تكون قلقان منها. العربي والانجليزي والفرنساوي الكلام الفاضي ده كله، والدين طبعا الدين ده على دماغنا، ولكن الامتحان نفسه، كل الامتحانات دي بتبقى دبلوم صناعي وزراعي وفندقي وتجاري فسهل التسريب، سهل التسريب. لكن مواد تجاريه، مستر امتحان السكرتارية ما نعرفش. بص بص بص، ده مستقبلك ودي كليه، فما تغامرش، ذاكر. جه الصبح جه، ما جاش خلاص، ربنا معاك ويقويك. احسب مستحقات العامل، طبعا ده مجموع الاجور المتغيره، ده معاش الاجر المتغير. تعال احسب له ازاي مستر معاش الاجر المتغير؟ اقول له المعاش بيساوي، كلها معاشات، معاش الاجر المتغير. تعال بتساوي ايه يا مستر عبد الله؟ قال لك بيساوي متوسط الاجر بعد الاضافه. حلو قوي. طيب في كام؟ قال لك في 1/45. في ايه يا مستر عبد الله بعد كده؟ في المده، مده الاشتراك. حلو كده، حلو قوي. طيب تعالى ركز بقى معايا. تعالى نجيب الاول نفصص المعاش ده اللي على السبوره ده. لو جيت تقرا كده، وانا هنا عندي متوسط، قال لك لا انا عندي مجموع الاجور المتغيره. فاول خطوه انا خد بالك عشان اشتغل جيت اجيب المتوسط الاجر الاول، وبعد كده لازم اجيب الاضافه عشان اجمعهم على بعض فيبقى اسمه المتوسط بعد الاضافه. يبقى انا لازم اجيب الاضافه، اجيب المتوسط، وبعد كده اجيب الاضافه، وبعد كده اسميهم انا بعد كده ايه؟ المتوسط بعد الاضافه. حلو قوي. طب تعالى هقول له ايه؟ هقول له المتوسط بكام؟ تعال نجيب المتوسط. المتوسط بيساوي، قال لك ده بقى بأول خطوه رحت جبت المتوسط. قال لك مجموعهم اللي هو الاجور المتغيره، مجموع الاجور على ايه يا مستر عبد الله؟ اسمع بقى الحته دي عشان تبقى انت فاهم. بلغ مجموع الاجور المتغيره عن الاشتراكات بكام؟ ب 48. فانا جبت المتوسط على المده بالشهور. جينا نعوض عن القانون. تعالى يا مستر نعوض. مجموع الاجور بكام؟ قال لك ب 48. طب هل انا عندي مده بالشهور؟ تعالى كده، مفيش عندي مده اصلا يا مستر. قال لك لا. تعالى بقى، لما تسمع اسم معاش الاجر المتغير وعايز تجيب المده بتاعته، لازم تبقى انت راجل فاهم الاول قبل ما تكون حافظ. فاهم ايه؟ هتروح تجيب لي تاريخ التقاعد 1/4/2009. خده على جنب كده وتعالى كلمه في حاجه. قول له انت كام يا عم؟ هيقول لك 1/4/2000 وكام و9، وهتطرح منه قيمه ثابته، تاريخ ثابت اللي هو كام؟ 1/4/1984. تروحهم من بعض. تعالى واحده واحده بقى. 1 ناقص 1 تمسك كل ايام وكل تواريخ مع بعضها. 1 ناقص 1 0. 4 ناقص 4 0. صح كده؟ طيب دي الايام ودي الشهور. حلو قوي. 2009 ناقص 1984 تقريبا 25 سنه. 2009 ناقص 1984 اهي 25 سنه. 25 ايه؟ سنه. طيب ال 25 سنه ده اهي، 25 سنه ده اهي، احنا مش عايزينها بالسنين، احنا عايزينها بالايه؟ المده بالشهور. ده قانون المتوسط بتاعي ده. فانا هقوم راح قايل له تعالى انا عايز اجيبها بالايه؟ بالشهور. هقول له 25 في 12 بتساوي كام؟ اللي ضربتها في 12 عشان اجيبها بالشهور. 25 في 12 تديني كام؟ دي تديني 300. 300 جنيه. 300 جنيه برضو؟ 300 جنيه يالا؟ قال لك لا، وكل حاجه بالجنيه. 300 ايه يا ابني؟ 300 ايه؟ الله يخرب بيوتكم، هتمسونا. 300 شهر. يبقى كده المده طلعت معايا ب 25 سنه، بس انا مش عايزها بالسنين، انا عايزها بالشهور. فضربت في 12 طلعت لي ب 300. يبقى انا هنا اعوض عن الكام؟ عن ال 300. فهمت كده يا صديقي؟ تاني نقولها تاني عشان حاسسها صعبه شويه. احنا عملنا ايه يا مستر عبد الله؟ كتبت انا القانون يا عم. انا الاول عايز اجيب المتوسط، بس المتوسط مش موجود. بجيبه ازاي؟ في معاش الاجر المتغير. بقول له مجموع الاجور المتغيره بتاعت الشهور على المده بالشهور.
طب فين المده بالشهور دي؟ هل انا عندي هنا المده بالشهور؟ قال لك لا ما عنديش. هروح اجيب المده الاول. بجيبها ازاي؟ تعال بجيب التاريخ اللي هو بتاع التقاعد 1/4/2009، بطرح منه. ده ثابت يا جماعه، ده ثابت. القانون ده في اي مساله ثابت، في اي مساله اجر متغير ثابت. 1/4/1904 وكام؟ و80. هطرحهم من بعض، طلعت لي ب 25 سنه. انا مش عايزها بالسنين، عايزها بالايه؟ بالشهور. ضربتها في كام؟ في 12، طلعت لي ب 300 ايه؟ شهر. عوضت عنها اهو، مجموعهم بكذا على ال 300. تعال نشوف هيطلع معانا بكام. هقول له تعالى 48 على 300 تديني 160 جنيه. يبقى يا صديقي كده متوسط الاجر طلع بكام؟ ب 160 جنيه. طيب تعالى بقى، طبعا هنمسح بس الجزئيه الصغيره دي، بالله عليك اكتبها معايا لان هي مهمه جدا. وقف الفيديو كده واكتبها، وصدقني عشان خاطر تعرف تحل بالراحه وعلى مهلك. طيب تعالى يا جميل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى كده انا جبت المتوسط، بس انا مش عايز المتوسط، انا عايز المتوسط بعد الاضافه. يبقى لازم اجيب الاضافه الاول. تعالى يا باشا اجيب له الاضافه. الاضافه بتساوي ايه؟ تعالى، هيبقى زائد الاضافه. قال لك الاضافه يا مستر هنا 25%. قال لك لا، الاضافه بتساوي المتوسط اللي انت طلعته في 3 على 100. دي ثابته مستر، القوانين كتير قوي. معلش واحده واحده والله، حلها لوحدك مره هتبقى سهله بالنسبه لك. يبقى المتوسط في 3 على 100 في ايه يا مستر عبد الله؟ في المده. مده بقى بالشهور بالسنين عادي. المتوسط بكام؟ قال لك المتوسط انا مطلعه ب 160 في 3 على 100 في المده بكام؟ قال لك المده انا مطلعها ب 25 سنه اللي هي كنت انا مطلعها. طيب يبقى دي 160 في 3 على 100 في 25 تديني كام؟ تديني 120. يبقى القيمه المضافه بكام يا جماعه؟ ب 120. كده انا المتوسط عايزه بقى المتوسط بعد الاضافه. يبقى انا هجيب له المتوسط عشان اعوض بقى عن القانون. متوسط بعد الاضافه بتساوي المتوسط بكام اصلا انا مطلعه؟ قال لك المتوسط يا مستر عبد الله مطلعه ب 160 هناك اهو، 160 زائد الاضافه انا مطلعها بكام؟ ب 120. ادي 120 فتديني 160 زائد 120 تديني كام؟ تديني 380 جنيه. تديني 280 جنيه. تديني كام يا جماعه؟ 280 جنيه. 280 جنيه. يبقى كده المتوسط بعد الاضافه بكام؟ ب 280. طب يا مستر عبد الله تعالى، هروح اعمل ايه؟ هروح يا باشا اعوض. هقول له يا مستر عبد الله، هو ما قال له يا سيدي متوسط الاجر بعد الاضافه اللي انا مطلعه ب 280 في 1 على 45 في مده الايه؟ الاشتراك. تعالى نعوض. يبقى المعاش بيساوي، انا عوضت عن القانون بقى، المعاش بيساوي متوسط بعد الاضافه 280 في عندي ايه تاني؟ متوسط الاجر بعد الاضافه على 1 على 45 ثابته في مده الاشتراك بكام؟ ب 25. تديني كام دي يا مستر عبد الله؟ تعالى يبقى دي 280 في 1 على 45 في 25 تديني 155 علامة 5 جنيه. طيب يبقى طلعت معانا مظبوطه يا جماعه، ما فيهاش اي مشكله. طلعت معانا الرقم ده عشان في كسر بس، واحنا ممكن نقربهم نخليها 156 جنيه، فما عندناش مشكله في دي، بس كنا بنراجع الخطوه دي صغيره كده. طيب تعالى يا باشا معايا دلوقتي، انا جبت له المعاش. هل كده انا خلصت؟ قال لك لا. ليه يا مستر؟ بس ما انا جبت المعاش وعوضت عن القانون. قال لك بنعمل عمليه اخيره خالص، مقارنه ما بين ايه؟ قال لك مقارنه، بنعمل عمليه مقارنه، بنجيب حاجه اسمها، اسمع بقى عشان تبقى انت فاهم، الحد الادنى. مستر انا سمعت الكلمه دي قبل كده. الحد الادنى بيساوي المتوسط بعد الاضافه في كام؟ زي اللي فات بكام؟ في 50 على 100. لما تلاقي حد ادنى يبقى 50 على 100. طيب متوسط بعد الاضافه هنطلعه بكام؟ قال لك ب 280 في 50 على 100 تديني كام دي يا جماعه؟ تديني 140 جنيه. كده مين اللي هاخد ايهما؟ يبقى المعاش ايهما اكبر؟ 140 اكبر ولا المعاش اكبر؟ ده ولا ده؟ الحد الادنى اكبر ولا المعاش اكبر؟ لا، المعاش ب 155 ونص. فانا هقول له خلاص انا هختار ال 155 ونص او 56 جنيه، ويبقى هي دي القيمه المستحقه. طيب في حاجه بقى انا عايز اقول لك عليها.
عيد الفيديو تاني لو انت حسيت ان الدنيا صعبه، عيد الفيديو تاني من الاول خطوه خطوه كده بالراحه. في نقطه بقى ملاحظه حلوه قوي، ممكن يجيب لك المتوسط الاجر بعد الاضافه في الامتحان، فانت ما تحتاجش تجيب المتوسط. يبقى انا خد بالك لو جاب لي الكلام ده مش هحتاج اجيب المتوسط، لان هو مديني متوسط الاجر بعد الايه الاضافه، ومش هحتاج اجيب الاضافه، ومش هحتاج اعمل الخطوه دي كمان بعد الاضافه. هشتغل من اول فين؟ هشتغل من اول المعاش بيساوي، اعمل عمليه مقارنه. ودي جت قبل كده في الامتحانات كتير قوي، ولكن دي صوره موجوده ودي صوره موجوده وانا شرحت لك الاثنين. طيب تعالى يا سيدي اللي بعدها. طيب عندنا يا جماعه اخر بقى حاجه، تعالى بقى اخر مساله او اللي قبل الاخيره عشان اكون دقيق معاك قوي، اسمها معاش الشيخوخه المبكر. مستر طب انا ما فيش حاجه اركز عليها في الامتحان؟ بص، معاش الشيخوخه ده ما ينفعش تخش الامتحان مش عارفه. العجز الكلي ما ينفعش، العجز المستديم ما ينفعش، معاش الاجر المتغير ما ينفعش، ما ينفعش يكون داخل مش عارفهم. معاش الشيخوخه المبكر برضو. طب الهجره والاستقاله برضو. مستر ده كلهم مهمين يا قلبي، هم عليهم 20 درجه في الامتحان، فانت 20 درجه ضيعهم ازاي؟ الراجل بيلعب فيهم بقى في الاسئله دي كل سنه. طب ايه المتوقع اللي يجي لنا يا مستر؟ طبعا معاش العجز الكلي ومعاش العجز المستديم اللي هو الجزئي تركز عليهم قوي، والشيخوخه طبعا ده ثابت، ده سؤال الاولاني ده ثابت. وبرضه تركز لي على دي لان دي بتيجي كل 3 4 سنين كده يجيبها لنا في الامتحان. هي سهله جدا. معاش الشيخوخه المبكر يعني ايه؟ يعني واحد يا عم زي استقاله، طبعا اعرف افرق ما بينهم ازاي؟ تعال. مؤمن عليه بالقطاع الحكومي استقال، مش مستر ده معاش الاستقاله، يبقى انا كده اشتغل بالاستقاله. يا عم استنى، وتقدم بطلب صرف معاش مبكر، يبقى هو مش عايز استقاله، ده عايز معاش ايه؟ مبكر. هو مش بيستقيل، هو بيقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل معاش ايه؟ مبكر. وله مده اشتراك في التامين 20 سنه، ومتوسط الاجر الشهري خلال اخر سنتين جايبها لك جاهزه ب 450 جنيه، علما بان المعامل المقابل 1/8. بص سهل قوي سهل قوي سهل قوي. هقول له معاش الشيخوخه المبكر. واحد يقول لي مستر المبكر ده يعني بياخد المعاش بدري؟ يعني بياخده 7 الصبح 8 الصبح، مش هو ده مبكر؟ اسكت، ما تتكلمش تاني. المبكر يا قلبي معناه ان هو قبل ما يبلغ سن ال60، شيخوخه مبكر. اسكت يلا اسكت، تعصبنيش. طيب هو قال له ايه؟ متوسط الاجر خلال اخر سنتين في يعني حرف جر، مش دي، مش عشان امتحنت عربي، مش دي، في يا مستر عبد الله قال لك في مده الاشتراك. ايوه المفروض بقى يبقى هنا عشان يبقى معاش يبقى 1/45. قال لك لا، هو بيديك المعامل هنا كام؟ 1/80. يبقى في المعاش المبكر بيديني المعامل. خد بالك لو جابها لك 80 بس انت برضه هتعملها 1 على كام؟ على 80. يعني يا اما يجيبها لك 80 او 1/80. سواء 80 او 1/80 انا هخليها 1 على الرقم اللي هيديهولي. طب هو هنا جايبها لك جاهزه، قال لك المعامل المقابل 1/80، يبقى خلاص هو جاهزها لك جاهز. طيب متوسط الاجر بكام؟ قال لك والله يا مستر ب 450. جبتها منين دي؟ اهي. في مده الاشتراك بكام؟ والله يا مستر ب 20. راجل محترم بيخلينا اعوض على طول. في مده الاشتراك قلنا ب 20، في 1/80 يا مستر. بس كده والله العظيم بس كده يا قلبي. يبقى ادي 450. واحد يقول لك يا رب تيجي في الامتحان، والله سهله يا ابني، تضرب الارقام في بعضها. والله يا عم راجل ناس محترمه. بكام دي؟ قال لك ب 112.5 جنيه. مستر عبد الله والنص جنيه ده مهم ايه يا ابني؟ ده الدوله بص مش هتسيب لك جنيه لما تديهولك، ده العظيم. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ركز معايا. اخر مساله، ما تموتش مني، هعرف ان انت مت بس معلش، اكيد انت بتاخد بريك اكتر مني، انا باخدش بريك يا كلب يا حقير. اخر مساله اتنشن بليز. اخر مساله. صليت على النبي. المساله دي يا جماعه جت السنه اللي فاتت،
ومش معنى ان هي جت السنه اللي فاتت ان هي ما تجيش السنه دي، لا، المساله دي من المسائل المهمه جدا عندنا، وان احنا فعلا لازم نكون فاهمينهم. بص معايا، هو هنا بيقول لك ايه؟ ده اسمها مساله ايه الاول يا مستر عبد الله؟ دي اسمها مساله ايجاد الاجر الذي يحسب به المعاش. هو يجي يقول لك كده في الامتحان: مؤمن عليه انتهت خدمه، مش معاش شيخوخه بقى ولا حاجه، انت رايح تجيب الاجر. تعالى ركز معايا. مؤمن عليه انتهت خدمته لبلوغ سن 60 في 31/12/2008 وقد تدرج اجره كما يلي. مديها لك كده في المساله، وبيقول لك المطلوب ايجاد الاجر الذي يحسب به المعاش. طيب اجيبه ازاي ده يا مستر لما يديني جدول مكون ده؟ خد بالك دي 7 سنين، عدهم معايا كده، دايما بتكون 7 سنين: 1 2 3 4 5 6 7، 7 سنوات. بتقسمهم لي لخمسه واثنين، ادي 5 سنوات لوحدهم وادي الاثنين التانيين لوحدهم. فبتروح تجيب المتوسط اخر اللي هو متوسط الخمس سنوات، اللي هم اول 5 سنوات دول، بلاش اخر دي عشان ما تلخبطش حد. متوسط الخمس سنوات الاولانيين اهو، تعالى يا سيدي، 5 سنوات، والمتوسط بيساوي مجموعهم على عددهم. مستر يعني ايه؟ تعالى هقوم قايل له مجموعهم، اي متوسط في الدنيا مجموعهم على عددهم. خدتها انت في الرياضه دي. ازاي يا مستر عبد الله؟ تعالى ركز معايا. ازاي مجموعهم على عددهم؟ انا عايز افهم برضه. تعالى يا جميل، هقوم قايل له مجموعهم ازاي؟ شد الكسر. تعالى، انا بتكلم عن ال5 سنين الاولانيين. هو عددهم كام؟ عددهم 5 لان هم 5 سنوات، دي ثابته معانا، عددهم 5 سنوات. طب ايه مجموعهم دول؟ السنه الاولى بكام؟ ب100 زائد 120 اللي تحت ده اهو، زائد 140 زائد 160 زائد 180. حلو كده؟ طيب اهو بكام؟ ادي 100، افتح يا باشا، ادي 100 زائد 120 زائد 140 زائد 160 زائد 180 على الخمسة، تديني كام؟ قال لك تديني 140. يبقى كده متوسط اخر 5 سنين بكام؟ ب 140. حلو قوي. وراح اجيب له، اسمعني بقى عشان تبقى انت فاهم، هاخد الرقم ده اهو واقوم قايل لك الحد الذي لا يتجاوز. يعني ايه يا مستر عبد الله؟ هاخد الرقم ده على طول سريعا سريعا سريعا، واقوم قايل له بتساوي ال 140 ده اهي، وهضربها في اقصى حاجه 150 على 100. يبقى انا خدت الرقم ده اهو اللي انا طلعته وضربته في كام؟ في 150 على 100، دي ثابته. يبقى انا هاخد ال 140، اسمعني بس، 140 في 150 على 100 تديني كام؟ تديني 210 جنيه. حلو قوي. تعالى بقى هعمل ايه بعد كده؟ انت قلت لي اقسم الموضوع على على ده 5، ال7 سنوات تقسمهم، ده 5 ودول 2. ادي ال5 جبت المتوسط بتاعهم مجموعهم على عددهم، ادي المجموع بتاعهم وادي عددهم 5، طلع لي الناتج ده. باخد الرقم ده واضربه في 150 على كام؟ على 100 عشان يديني 210. طيب وده اسمه الحد الذي لا يتجاوز، خلاص بقى ما ينفعش يتجاوز الرقم ده، ده اخر حاجه. طيب هعمل ايه بعد كده يا مستر عبد الله؟ هروح يا باشا اجيب له متوسط السنتين الاخرتين، متوسط اخر سنتين. اخر سنتين بيقول لك برضو مجموعهم على عددهم. هو عددهم كام مستر؟ ما اخر سنتين يبقى عددهم سنتين. طب مجموعهم كام؟ تعال نشوف. دي ب 200 ودي ب 260، روح اجمعهم. هقول له 200 زائد 260 على الاثنين، هقول له اهو ادي 200 زائد 260 على الاثنين، تديني 230 جنيه. طيب معايا رقم طلع اهو ومعايا رقم طلع اهو، هعمل ايه؟ قال لك يا باشا الاجر الذي يحسب عنده المعاش، انا عايز حاجه اسمها الاجر الذي يحسب عنده الايه؟ المعاش. تعالى هقوم قايل له الاجر الذي يحسب عنده المعاش بيساوي، شوف بقى الحته دي، ايهما اقل، ودي الحاله الوحيده اللي بنشتغل في ايهما اقل. طيب مين فيهم الاقل؟ ال 230 ولا ال 210؟ هقول له ال 200 وكام؟ ال 210 جنيه. وابقى انا كده خلصت مسألتي. صليت على النبي. طيب احنا كده خلصنا الحمد لله رب العالمين المسائل العملي كلها بتاعت قوانين العمل. انا عارف ان انت تعبت معايا النهارده وان انت ما بقاش في وقت والامتحان خلاص كلها ساعات معينه.
حاول ان انت الفيديو ده يبقى انت طبقت عليه مظبوط. ازاي يا مستر؟ ان انت كنت مسكت ورقه وقلم معايا، وكنت انت حاولت تحل معايا يعني اللي انا بكتبه انت بتحله وبتحفظه. خلاص كده انت ذاكرت عملي، مش مطلوب منك انك تعمل حاجه تاني. لو انت بقى عايز في الصبح تراجع على المسائل، يبقى حل لك مسألتين ثلاثه في اخر 3 امتحانات. اول لو الامتحان نزل الصبح قبلها ب5 دقايق ولا ب10 دقايق، انت كده كده عرفت النماذج بتتحل ازاي، فانت اقعد حله. دي الشطاره اللي احنا عايزينها. بس يا رب الامتحان يا جماعه ما يتسربش. واحنا مش عايزين تسريبات في الامتحانات، احنا عايزين الناس المستحقه تدخل كليه. طب والناس اللي مش مستحقه؟ بص، مفيش حاجه اسمها مستحق ومش مستحق. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصنف الناس وهو اللي بيقسم الارزاق. فكل اللي انا عايزه منك ان انت اعمل اللي عليك وخلاص. نزل الامتحان ما نزلش، انت خدت باسباب الدنيا كلها واشتغلت على نفسك، وربنا يا رب يكرمك. يا جماعه احنا هنراجع مع بعض ماده زي الضرايب. لو الامتحان بتاعها اتسرب قبلها بساعه، انت هتلحق تعمل حاجه اصلا في الضرايب؟ ماده زي ماده قوانين العمل اللي احنا فيها دي، الامتحان لو اتسرب يعني هتعمل ايه في المسائل وهتعمل ايه في النظري؟ ماده زي مساله الاقتصاد، ماده كبيره جدا. ماده زي المشتريات، ماده كبيره جدا. ماده زي المشروعات، هتعمل ايه؟ فما تضيعش مجهودك السنه كلها على الامتحان ينزل ولا ما ينزلش. اشتغل وربنا يكرمك، وصدقني انت هتقدر. وقبلك زمايلك قدروا. وعلى فكره لو انت بتفتح الماده ليله الامتحان، العمل كله قدامك اهو. لو في حاجه صعبه ادخل اسالني فيها. لو في اي حاجه صعبه عيد الفيديو تاني بالراحه على مهلك، انا بذاكر لك. انت لو خلصت العمل ده وفهمته مش محتاج تذاكره تاني. احفظ بس القوانين كويس جدا، جمعهم في ورقه واحفظهم وروح، وهتحل هتاكل اي مساله ان شاء الله. طب بالنسبه للنظري يا مستر، النظري كمان يا باشا الفيديو بتاعه نازل خلاص. بعد الفيديو ده خلص الفيديو ده، الفيديو التاني اكيد نزل لك دلوقتي. ذاكر النظري كويس قوي برضو زي العملي. خش المادة 50 من 50 بأمر الله، بأمر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يوفقكم يا رب جميعا. وعايزين الناس تساعد بعضينا. ولو انت استفدت بلغ زمايلك عشان يشتركوا معانا في المنصة. وان شاء الله الضرايب ما تقلقش منها، كلها هنظبطها لك. يلا السلام عليكم ورحمة الله.